آنستي سادتي، القصة الشهيرة في مصر والعالم العربي حاليا، القصة اللي اتكلمت عنها الصحافة والإذاعات وانتشرت في كل الجرايد وبقت حاجة كده زي قيس وليلى وعبلة وعنتر وحكايات ألف ليلة وليلة. أكيد عرفتوا أنا بتكلم عن مين. بتكلم عن الحكاية اللي ابتدت على المسرح وانتهت ببيت ودبلة وحب هيستمر لحد آخر العمر. قصة حب فؤاد المهندس والجميلة شويكار هحكيها لكم النهاردة، وهكون معاكم أنا آمال جبر علشان أحكي لكم حكاية الليلة في برنامجنا وبرنامجكم. تصبحوا على خير يا رب. نبتدي الحكاية من أولها. في 24 نوفمبر تشرين الثاني سنة 1938 تتولد جميلتنا الفنانة شويكار إبراهيم طوب صقال. شويكار إبراهيم طوب صقال، وهي من أب تركي ومن أم شركسية، وفي تركيا بيحصل على لقب طوب صقال العائلة ذات المستوى الرفيع. العائلة ذات المستوى الرفيع. نشأت شويكار في مصر الجديدة، ترعرعت في مصر الجديدة وهي عندها 16 سنة. يقرر والدها إن هو يجوزها المهندس الثري حسن نافع. المهندس الثري حسن نافع. شويكار كانت جميلة جمال مش ممكن، جمال خاص وجمال ملوش مثيل. ده طبعا ناهينا عن الأنوثة اللي كانت فيها شويكار وكل فناننا في الوقت الحالي طبعا. ولكن الوالد قرر ان هي تتجوز خوفا عليها، لانه حس انه اجله قرب وهو حابب انه يطمن على شويكار زي ما اطمن على الاخوات اللي قبلها. وشويكار زي ما قلت لكم كانت جميلة جدا، فاتجوزت بدري اوي وعاشت شويكار مع زوجها حياة حلوة لانه كان بيعملها احسن معاملة. وبعد سنة واحدة من الزواج تجيب لنا شويكار بالبنت الأولى، البنت الأولى والوحيدة من نضال. يبقى اتجوزت في عمر 16 وخلفت من نضال. وبعد فترة قصيرة جدا من الزواج زوج شويكار مرض خطير جدا جدا أدى إلى وفاته. وللأسف وهي عندها 18 سنة يتوفى الزوج وتصبح شويكار أرملة وأم في نفس الوقت. ولكنها كانت طموحة مخلتش الحزن يتغلب عليها، وفعلا بقت بتشتغل وبتدرس في نفس الوقت علشان تربي بنتها من نضال. واستكملت شويكار المرحلة الثانوية وبعدها تتنقل للجامعة. دخلت شويكار كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية. وبعد الجامعة كان المخرج حسن رضا مقرب من العائلة، فرشحها للعمل بفرقة أنصار للتمثيل. وشاركت في العديد من المسرحيات وقررت أن تتلقى دروس للتمثيل. وكان أول فيلم لها عام 1960 اللي هو حبي الوحيد أمام عمر الشريف ونادية لطفي
وكمال الشناوي. وعام 1963 جت الفرصة اللي هتغير حياة شويكار كلها، وهي إن تم ترشيحها لمسرحية السكرتير الفني، وكان المفروض هيشاركها البطولة الممثل السيد بدير، ولكن اعتذر ويحصل على بطولة العمل الممثل فؤاد المهندس. فؤاد زكي المهندس، مهندس الضحك وتلميذ الريحاني. اتولد 6 سبتمبر عام 1924، واتولد في العباسية. هو كان رقم 3 بعد أختين، فكان مدلل خالص. وبعديه جه سامي المهندس اللي هو يشبه له تمام، شبهه أوي. اتولد في العباسية، ووالده كان عالم في اللغة العربية. يعني ده يفسر لنا ليه مخارج الحروف القوية اللي مش ممكن دي للأستاذ فؤاد المهندس، ويفسر لنا حبه للغة العربية وتمسكه بيها وكل حاجة. وتخرج العبقري فؤاد المهندس من كلية التجارة، وبدأ تمثيل في مسرح الجامعة. انضم لفرقة ساعة لقلبك، ومن هنا كانت البداية. وأول مرة شاف فؤاد المهندس شويكار كان في بروفات السكرتير الفني، وكانت لابسة تغيير رمادي وجزمة حمراء وشنطة حمراء. وبيقول أستاذ فؤاد إن هي كانت جميلة جدا ولكنها كانت غليظة لا بعدها ولا قبلها. نكمل يا أستاذ؟ حاضر. نكمل مع بعض بقية الحكاية. وفي مسرحية أنا وهو وهي اشتعلت شرارة الحب في قلب فؤاد المهندس. وقال في أحد البرامج إنه يعني كان لسان حاله بيقول إن دي مش بس للشغل والمسرح، أنا أفضل كمان إن هي تكون موجودة في البيت. فانحرف عن النص الأستاذ فؤاد المهندس، وده شيء عظيم جدا للأستاذ، وقال لها تتجوزيني يا بسكويتة. ده كان في إحدى عروض مسرحية أنا وهو وهي، وجاء الرد مباشرة بالإيجاب من البسكويتة شويكار. ويعني الكلمة دي كانت وشوشة في ودنها، ولكن الجمهور تفاعل معاها جدا، وكان الجمهور أول شاهد على قصة الحب دي، وخد سكسي كبير أوي، والمسرحية اتشهرت أوي بسبب شويكار والمهندس، وحصل لها نجاحات كبيرة واتعرضت كتير المسرحية دي. وزي ما كان إعلان الحب لشويكار غريب للغاية من قبل المهندس، كان كمان عرض الزواج أغرب وأغرب. في فيلم هارب من الزواج كان آخر مشهد في التصوير وشويكار لابسة فستان الزفاف، فاستغل المهندس الفرصة وعرض عليها الزواج الليلة، وفعلا اتجوزوا فورا بدون أي مراسم للزواج. أنا بعتقد إن الشبان دلوقتي هيقولوا وهيبعتولي جوابات كتير إنه يا ريت يبقى ده موضة، ودايما البنات تطلب الزواج كده بدون أي مراسم. ما ننساش يا جماعة في الأخير دول فنانين، إنما احنا ناس بسطة على قدنا، نحب إن احنا نلبس فستان ولو لمرة واحدة في الحياة. نكمل بيت الحكاية. وعاش المهندس وشويكار حياة زوجية سعيدة جدا امتدت ل20 سنة زواج. وطوال هذه الفترة يتغنى الناس بقصة حب فؤاد المهندس
وشويكار، وعملوا مع بعض حاجات كتيرة جدا كانت كلها ناجحة. فؤاد المهندس ذات مرة إنه وصف حبيبته بالبسكويتة، فبالرغم من طعمها الجميل فلا بد أن يأتي لحظة وتذوب وتفنى، كحال البسكويتة إذا وضعته في كوب ماء ساخن. فحصل الانفصال بين بسكوت الفاتن شويكار وفؤاد المهندس ليشكل صدمة كبيرة جدا لدى الجمهور. ويقول المهندس إنه أعطى كل شيء في هذه العلاقة، وعبر إنه دائما كان يعطي ولا يأخذ شيء، وكان ما بينتظر أي شيء. وقال الظاهر لأني دايما بسهل وبدي وببسط الأمور. دي كانت النهاية. وقال هي كمان ادتني كل حاجة وما أثرتش في حاجة، وعملت علشاني حاجات كتير أوي. عبرت شويكار عن رأيها في المهندس بعد الطلاق في برنامج ساعة صفا مع صفاء أبو السعود. أما جت وقالت فؤاد ده سعدي وهنايا وفرشي وغطايا. أما تعبير حلو بشكل. وكملت كلامها إن الفؤاد المهندس الزوج مختلف كتير عن فؤاد المهندس الممثل. ففؤاد المهندس الزوج يحب النظام جدا جدا جدا، الشرابات لابد أن تكون في مكانها ومغسولة ونظيفة ومش ضايعة فردة والتانية لأ، والأكل لما يرجع لازم يكون جاهز على السفرة. ويحب أوي الانضباط في المواعيد، إذا حد اداله مواعيد وتأخر عليه كام دقيقة بيكون متوتر خالص، وبيكره الهرجلة، ويحب الالتزام والجدية في الشغل. فبالرغم من انه كوميديان كبير ولكنه يحب الالتزام والجدية في الشغل. وكمان شويكار اتعلمت منه كتير، فهو أستاذها في الفن. وقال فؤاد المهندس في إحدى اللقاءات إن هو كان بينقلها كل حاجة قبل ما ينقلها، وكان بيختار لها كل حاجة بعناية شديدة جدا جدا، لبسها وكل حاجتها بدقة مش ممكن، يعني من حبه فيها. فكان بيبدلها حتى على نفسه، ولكنه زوج حنين وراجل بمعنى الكلمة وبيتحمل المسؤولية. وهو بالمناسبة بيتوتي ما يحبش يسهر خالص، لكن أنا بقى على لسانها بحب الخروج والسهر. فكان في تضاد في الطباع دي ما بينا، ولكن بالطبع حسناته كانت غالبة على سيئاته. يعني هو مخلص جدا جدا ومثقف جدا ومتعلم ودايما متفتح ولما هو جديد ومطلع، يعني مش بني آدم رقعي وكده. كان بيقرأ كتير أوي، عنده مكتبة، كان بيحب القراية فؤاد المهندس. فشكرت كتير البسكويتة شويكار طليقها فؤاد المهندس. وكذلك الأخير كان دايما يقول إنها حب عمري، وخصوصا إنه اتجوزها على مراته الأولى. أيوة يا حضرات، زواج شويكار كان رقم 2 بعد زوجته الأولى. فهو كان متزوج وعنده أولاد، وهم ماشيين مرة بالعربية قال لها على فكرة أنا هتجوز شويكار، وهي مهتمتش أوي. ولما فعلا بالحق وحقيقي اتجوز شويكار راح لها وقال لها أنا اتجوزت شويكار. وهنا السيدة الفاضلة سكتت خالص وما اتكلمتش. بيقول حسيت ان هي بتعيط من جوه لجوه، وان هي صدمت وسكتت وما عقبتش ولو بكلمة واحدة. ويقال انه انا السبب في ازمتها الاخيرة، ازمتها الصحية، لانه السيدة الكريمة
مرضت وتعبت ودخلت المستشفى وتوفت. يعني كما صرح انه هو كان السبب في ده، وان هو فضل جنب زوجته الاولى لحد اخر ايامها، فضل جنبها بيرعاها وياخد باله منها لحد ما اتوفت. وبسبب طلاق شويكار من المهندس، كما صرحت شويكار ان هي من طلبت الطلاق، وانه لا يوجد سبب محدد للطلاق، وانه هو القدر. وصرح ايضا فؤاد المهندس الذي كانت ملامحه دائما حزينة في كل البرامج اللي ظهر فيها بعد الطلاق، فكان حزنه واضح جدا جدا وباين عليه. صرح انه لا يوجد سبب، وان ربنا ما أردش ان الجوازة دي تكمل، وان شويكار امرأة رائعة وست ولا كل الستات، وانه يشعر باليتم من غيرها. وصرح المهندس مع مفيد فوزي انه اكتر انسان حساس على وجه الارض، ولابد ان يعيش مع حب، ولابد ان يختار بعناية اللي هتعرف تعيش معايا وتريحني وانا كمان اريحها. فيعني نقدر نقول كده ان الاتنين معبروش عن اي سبب واضح للانفصال، ولكن يرجح ان السبب كان خيانة شويكار له. في احدى السهرات تواجدت شويكار بجانب زوجها المهندس، ولاحظ المهندس نظرات إعجاب بين زوجته شويكار وبين الممثل الشاب وقتها محمد خيري. وكان من المقرر أن يجتمع المهندس وشويكار في فيلم جديد وهو عريس بنت الوزير، ولكن اتفاجئ انه هيكون الدور رقم 3، وان محمد خيري هو اللي هيقاسم شويكار البطولة. فجن جنونه، ولكن تمالك أعصابه، ولكن تكرر الموقف. وفي ليلة من الليالي كان في سهرة جديدة بين شويكار والمهندس، وتواجد فيها خيري مرة أخرى، ولاحظ نظرات الحب بينهما فؤاد المهندس كمان مرة. فتصرف المهندس بعصبية شديدة جدا، وقام باصطحاب زوجته شويكار وغادر السهرة لتتحول حياة الزوجين من وقتها رأسا على عقب. في ذلك الوقت كانت أفلام فؤاد المهندس وشويكار تحتل أعلى الإيرادات، وكانوا أهم ثنائي. ولكن بعد المشاكل بدأت الإيرادات في التراجع. وفي سهرة أخرى مع خيري ذهب الثنائي إلى المنزل غاضبين جدا، واتخانقوا مع بعض. الخناقة اللي أدت إلى إن فؤاد المهندس يتجرح جرح في وشه، ولما تشوف شويكار الدم تخاف وتتصل بسرعة بصديقتها سهير البابلي 4 فجرا. ولما جت لها وسألتها عن سبب الدم قالت لها ان هو ضرب راسه في الحيطة. ووافقها المهندس على كتبتها دي. نشبت 3 خلافات بينهم قبل ان يتم الطلاق في 1983 أثناء عرض مسرحية زك على بناتك. يعني أثناء ما احنا كنا بنضحك هو كان بيمر بأزمة كبيرة جدا في حياته الشخصية. وده يبين لنا يا حضرات إن مش كل اللي نشوفه نصدقه، بالأخير هما مش خاصية بيأدوا أداء معين. بيحكي محمد ابن فؤاد المهندس من زوجته الأولى، أيوة فطوال 20 سنة زواج ما كانش فيه أطفال ولا أولاد خالص. كان بيقول والدي قال لي إن هو هيطلق شويكار. كنت بتكلم معاه في العربية
وعبرت عن حزني الشديد جدا جدا، وقلت له يعني ليه يعني يا والدي؟ قال له يا ابني الحياة استحالت بينا كزوجين، الحياة استحالت ما بينا كزوجين، هننجح واحنا أصدقاء فقط، وإنما زوجين الأحسن ليا وليها إنه خلاص الحياة كده تقف. احنا وصلنا مع بعض لحيطة سد، ولكن هل كمان إنه ما كانش بياكل غير من ايدين شوشو، وكانت الست شويكار حتى بعد الطلاق تاخد له أكله لحد عنده، لأن هو كان يقول إنه ما يحبش ياكل غير من ايديها، وهي كانت طبخها جميل جدا جدا على حد قولهم طبعا. أما بقى بالنسبة للأعمال اللي قدموها مع بعض، كانت ربع دستة أشرار، والعتبة جزاز، وأجازة غرام، واعترافات زوج، وهارب من الزواج، ده في السيما. أما بالنسبة للمسرح، حواء الساعة 12، وسيدتي الجميلة، وأنا وهو وهي، مسرحية الأشهر، وإنها حقا عائلة محترمة. تمنياتنا لفناننا الحلوين فؤاد المهندس وشويكار بالحياة السعيدة، وياريت يرجعوا لبعض في أقرب وقت. وفي معلومة صغيرة مش متأكدين من صحتها 100%، وهي إنه شويكار ارتبطت مرة تانية بعد المهندس بمدحت حسن، ولكن يعني المعلومة دي مش متأكدين منها قوي. ولكن فؤاد المهندس لم يتزوج بعد محبوبته شويكار. أتمنى تكون حكاية الليلة عجبتكم. شكرا لمتابعتكم ليا. لو حابين قصة معينة أو حكاية معينة، منتظرة كل جواباتكم، ابعتوها لي على البريد اللي مكتوب قدامكم على الشاشة، وانا هنتظر منكم اي استفسارات. بشكركم جدا جدا على حسن الاستماع. كانت معكم آمال كبر، وبس. احلامكم سعيدة. عشان ملاقيش اي حد بيقولي اي حاجة وحشة، دي كانت آمال مش يسرى خالص. يسرى هتشوفوها المرة الجاية وهي بتحكي لكم حكاية للأطفال. دي كانت مجرد اقتباس كده من مساعد زمان. بشكركم جدا وسعيدة يا نينا. باي باي، وأحلامكم سعيدة. خلاص يا أستاذ.